بعد خسارة النادي الأهلي من فريق سان داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر ليج بنسختها الجديدة، أصبح جمهور النادي الأهلي في حيرة كبيرة للغاية، وده يرجع للمردود السيء اللي قدمته لاعيبة النادي الأهلي في بريتوريا. النادي الأهلي اعتمد في هذه المباراة على التكتل الدفاعي وعدم وجود أي أنياب هجومية للاعيبة النادي الأهلي طوال ال 90 دقيقة، ده بالإضافة للتشكيلة السيئة اللي بدأ بها مارسيل كولر في هذه المباراة والخوف الشديد من فريق سان داونز الجنوب أفريقي. والنادي الأهلي في هذه المباراة حرفيا ما كانش محصل مركز شباب طلحة، غابت شخصية وروح النادي الأهلي فغاب الانتصار في هذه المباراة. وبما ان اصبح الوقت قصير للغاية ومتبقي 48 ساعة على مباراة الاياب، مش هتكلم على اي مستوى فني ولا انتقد لعيبة او مدير الفني، كل اللي انا هتكلم فيه في حلقة النهاردة هو كيف يفوز النادي الاهلي ويتأهل في مباراة الاياب على حساب سان داونز الجنوب افريقي، وايه التشكيل الانسب اللي المفروض مارسيل كولر وطريقة اللعب اللي يلعب بيها في هذه المباراة علشان النادي الاهلي ما يستقبلش اهداف ويحرز اكتر من هدفين وثلاثة، زي اللي انت عندك سلاح قوي وهو جمهور النادي الاهلي في هذه المباراة على ارضك في وسط جمهورك، بغض النظر عن ان فريق سان داونز فريق قوي بيلعب كوره على اعلى مستوى. يمكن اكتر حاجه مخلياني مطمن وان النادي الاهلي ان شاء الله بمشيئه الله يصعد في هذه المباراه هو رجوع اكرم توفيق بعد غيابه عن الملاعب 315 يوم. عايزك تتخيل معايا كده ان اكرم توفيق نزل ربع ساعه في مباراه الذهاب امام سان داونز، كان من افضل اللعيبه في المباراه رغم ان هو ما لعبش غير ربع ساعه فقط. وده يفكرنا على طول بجمله المعلق التونسي رؤوف خليف في اولمبياد طوكيو 2020، ومنتخب مصر بيمتلك 10 لعيبه زي اكرم توفيق كان زمان منتخب مصر في حته ثانيه، كان زمان منتخب مصر حصل على بطوله كاس العالم اكتر من مره. وكذلك من ضمن مكاسب النادي الاهلي هو رجوع امام عاشور ودخوله في قائمه مباراه الاياب امام سان داونز، وده بالنسبه لي شيء ايجابي ومميز وهيفيد النادي الاهلي في مباراه الاياب سواء هو واكرم توفيق. من المتوقع ان اكرم توفيق يلعب في بدايه المباراه وليس محمد هاني. النادي الاهلي في مباراته القادمه امام سان داونز الاربعاء الساعه 8 مساء قولا واحدا لازم يبتدي بهذه الطريقه وبهذا التشكيل علشان يقدر يحافظ على شباكه ويحرز هدف وهدفين وثلاثه، لانك ما تضمنش ظروف المباراه وسيناريو المباراه يبقى شكله عامل ازاي. هل فريق سان داونز هيحرز اهداف في النادي الاهلي؟ اخر مباراه جمعت النادي الاهلي وفريق سان داونز في استاد القاهره انتهت بنتيجه التعادل 2-2. تتكلم في فريق صعب للغايه رغم الغيابات وغياب افضل مهاجم والهداف بتاعهم بيتر شالوليل، ومع ذلك مش مؤثر على الفريق. تعال بقى نتكلم عن تشكيل النادي الاهلي واللي المفروض مارسيل كولر يبتدي بيه في هذه المباراه. اكبر على طريقه 4-2-3-1 لانك محتاج تحرز اكتر من هدفين، خصوصا ان النادي الاهلي في اخر 3 مباريات سكنت شباكه 4 اهداف، هدفين امام سيمبا في تنزانيا وكذلك هدف في استاد القاهره وعدم الفوز على سيمبا التنزاني على ارضنا في وسط جمهورنا، وكذلك في بريتوريا بهدف مقابل لا شيء. دي كلها ارقام تدل على ان في مشكله من الناحيه الدفاعيه بقى اكتر من 3 ماتشات بنعاني منها للغايه، ولكن انا متفائل خير للنادي الاهلي في هذه المباراه. وزي ما قلت لك في حراسه المرمى يبقى محمد الشناوي، باك رايت اكرم توفيق وليس محمد هاني، باك ليفت علي معلول اللي مستواه متراجع بشكل كبير للغايه، تعرفش هل ده يرجع لعامل السن او تلاحم المباريات والموسم الاستثنائي اللي قدمه مع النادي الاهلي. سرد باكين محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، واتمنى خروج رامي ربيعه بسبب مستواه المتذبذب للغايه ولعدم وجود اي تفاهم ما بينه وما بين محمد عبد المنعم بالمره. ثلاثي خط الوسط اتمنى ان محمد مجدي قفشه ما يبداش هذه المباراه بسبب تراجع مستواه، يبقى اليو ديانج ومروان عطيه، رغم ان كذلك مروان عطيه مستواه متذبذب للغايه، ولكن انت اصبحت حاليا بعد رحيل حمدي فتحي ما بتمتلكش غير مروان عطيه واليو ديانج وكوكا، ولكن انا واثق ان مروان عطيه هو اللي هيبدا على كوكا، وده يرجع لان مروان عطيه بيمتلك خبرات اكبر من كوكا رغم ان كوكا لا يقل 5% عن مروان عطيه، ويمكن معظمكم يتفق على كلامي. وده هيكمل هذا الثنائي امام عاشور في هذه المباراه. مكسب كبير طبعا للنادي الاهلي سواء رجوع اكرم توفيق او امام عاشور. الثلاثي الهجومي للنادي الاهلي في هذه المباراه بيرسي تاو في اليمين واللي كان من نجوم مباراه الذهاب واللي كان بيلعب لوحده في الخط الامامي حرفيا، وحسين الشحات طبعا اتمنى ان هو يبتدي في بدايه المباراه لانه بيمتلك خبرات اكتر من رضا سليم ومن اللعيبه اللي ما ينفعش على الاطلاق تقعد دكه في يوم من الايام، وبستغرب ان مارسيل كولر ازاي بيقعدوا دكه اصلا. ومهاجم النادي الاهلي الصريح في هذه المباراه كهربا وليس انتوني موديست اللي مشطب كوره حرفيا. النادي الاهلي كان بيراضي جمهوره بصفقه مخلصه كوره بقى لها اكتر من 5 قرون بالمعنى الحرفي. علشان نكون واقعيين لاعب تقيل في الملعب ما ينفعش على الاطلاق يبقى ده مهاجم النادي الاهلي، بغض النظر عن ان هو جاي من دوري القوي بحجم الدوري الالماني، ولكن المردود الفعلي للاعب في الملعب مش موجود على الاطلاق. دي التشكيله اللي المفروض مارسيل كولر كان يبتدي بيها مباراه الذهاب، وكذلك المفروض يبتدي بهذه التشكيله وطريقه اللعب في مباراه الاياب امام سان داونز، وتكون اللعيبه جاهزه لهذه المباراه فنيا ومعنويا، ونكسر حاجز عقده سان داونز اللي حرفيا جمهور النادي الاهلي اصبح بيكره مواجهه هذا الفريق. في نهايه المطاف كل الثقه في لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي هيبقى السلاح القوي للنادي الاهلي في هذه المباراه، وان شاء الله الفوز والتأهل يبقى حليف النادي الاهلي ويوصل للفاينل، وان شاء الله البطوله تبقى من نصيب النادي الاهلي. قول لي انت بقى كمشجع للنادي الاهلي توقعاتك لنتيجه المباراه، تفتكر النادي الاهلي قادر على التأهل امام فريق بحجم سان داونز ولا اصبحت مش متفائل للفريق خصوصا بعد المردود السيء اللي عملوه في بريتوريا؟ مع نهايه الفيديو كالعاده ما تنساش تصلي على النبي، تحط لك الفيديو، تعمل فولو، وانتظرني في الفيديو القادم ان شاء الله.